مرحبا، أنا معاكم من إسترو مصر، أسترو مصر، القناة اللي بنحاول فيها نفهم الأبراج من زاوية مختلفة شوية، زاوية نفسية، إنسانية، بعيد عن الكلام السطحي اللي بنسمعه عن كل برج. النهاردة هنتكلم عن برج الدلو، مش هنقول إنه برج بارد ولا هنقول إنه غريب الأطوار، هنحاول نفهم ليه الدلو بيبان كده وإيه اللي بيحصل جواه بالظبط، لأن في فرق كبير بين إن الإنسان يكون بارد وبين إنه يحمي نفسه من الوجع. خلينا نبدأ من نقطة أساسية، الشخصية النفسية العميقة لبرج الدلو. الدلو مش إنسان عديم المشاعر، لكنه إنسان اتعلم يفصل مشاعره عن قراراته. ده مش عيب، ده أسلوب بقاء. الدلو بيشوف المشاعر كحاجة خطيرة لأنها ممكن تخليه ضعيف، تخليه يتأذى، تخليه يتعلق بحد ممكن يمشي. فهو بيفضل يحتفظ مسافة آمنة محسوبة بينه وبين اللي حواليه. الناس بتفسر ده على إنه كبرياء أو لامبالاة، لكن الحقيقة إنه خوف من إنه يدخل لحد معين في حياته ويطلع منها بعدين. لماذا يبدو الدلو منفصلاً عاطفياً؟ لأن الانفصال ده مش طبيعة، ده اختيار. الدلو في مرحلة ما من حياته غالباً بدري اتعرض لموقف علمه إن التعلق العاطفي مؤلم، ممكن يكون فقد حد، ممكن يكون اتخان من حد كان واثق فيه، ممكن يكون حس إنه كان ضعيف وقت ما كان متعلق، فقرر ما يرجعش للحالة دي تاني. قرر إنه يبقى الطرف اللي يقدر يمشي الأول، الطرف اللي ما بيحتاجش، الطرف اللي عنده خطة بديلة دايماً. ده مش برود، ده سيطرة على الألم قبل ما الألم يسيطر عليه. خلينا نقف شوية عند نقطة دقيقة، العقل كدرع واق من الألم. الدلو بيستخدم عقله كحاجز، لما حد يقرب منه عاطفياً بيبدأ يحلل الموقف، بيفكر في الاحتمالات، في المخاطر، في السيناريوهات السيئة، مش لأنه متشائم لكن لأنه بيحاول يحمي نفسه مقدماً. بيقول لنفسه لو أنا فكرت كويس دلوقتي مش هتوجعني بعدين. لكن المشكلة إن التفكير الزيادة ده بيمنعه من إنه يعيش اللحظة، بيمنعه من إنه يحس، يستسلم، يثق، فبيفضل في حالة ترقب دائم جاهز للانسحاب في أي لحظة. الفرق بين الاستقلال والهروب، الدلو بيحب يوصف نفسه بإنه مستقل، وفعلاً هو مستقل، لكن في فرق بين الاستقلال الصحي والاستقلال الدفاعي. الاستقلال الصحي إنك تقدر تعيش لوحدك لكن تقدر تشارك حياتك مع حد كمان. الاستقلال الدفاعي إنك تعيش لوحدك عشان ما تحتاجش حد ومحدش يقدر يأذيك. الدلو غالباً بيعيش النوع التاني، بيبني حياة كاملة ناجحة منظمة لكن بمفرده، مش لأنه بيكره الناس لكن لأنه بيخاف من الاحتياج، بيخاف من اللحظة اللي هيحس فيها إنه مش قادر يكمل من غير حد معين. لماذا يخاف الدلو من التعلق؟ لأن التعلق عند الدلو معناه فقدان السيطرة، معناه إنك بقيت محتاج، ضعيف، معرض للأذى. الدلو شاف قبل كده إيه اللي بيحصل لما الإنسان يتعلق وبعدين يتساب، شاف الوجع، الانهيار، الإحساس بالعجز، فقرر إنه ما يوصلش للمرحلة دي أصلاً. قرر إنه يحب لكن بحدود، يهتم لكن من بعيد، يكون موجود لكن مش متورط. وده اللي بيخلي علاقاته تبان سطحية حتى لو هو فعلاً حاسس بعمق. خلينا نشوف حاجة تانية، الدلو تحت الضغط النفسي. لما الدلو بيتعرض لضغط نفسي بيحصله حاجة غريبة، بيبرد أكتر، بيبقى أهدأ أكتر، تنظيم أكتر، منطقية. الناس بتفتكر إنه مش حاسس لكن الحقيقة إنه حاسس قوي، بس هو بيتعامل مع المشاعر بطريقة مختلفة، بيحطها في صندوق ويقفله ويكمل. بيقول لنفسه دلوقتي مش وقت الإحساس، دلوقتي وقت التصرف، وده بيخليه يبان قوي قدام الناس لكن جواه بيتراكم وجع ما بيتعالجش لحد ما يوصل لنقطة الانفجار أو الانسحاب الكامل. كيف يتحول التفكير لبرود ظاهري؟ الدلو بيفكر كتير في كل حاجة، بيحلل المواقف، الناس، الكلام، النوايا، وكل ما يفكر أكتر كل ما يحس أقل، لأن التفكير بيخلق مسافة، بيخليك تبص للموقف من بره مش من جوه.
تشوفه كمشكلة محتاجة حل مش كتجربة محتاجة إحساس. وده اللي بيخلي الدلو يبان بارد في مواقف المفروض تكون عاطفية، مش لأنه مش حاسس، لكن لأنه اختار إنه يفكر بدل ما يحس، لأن التفكير أأمن. إيه، الدلو في العلاقات، القرب المشروط بالمسافة. الدلو ممكن يكون في علاقة، لكن بشرط، الشرط إنه يفضل حاسس بمساحته الشخصية، محدش يحاول يدخل قوي، يفهم قوي، يطلب قوي. الدلو بيحب، لكن بيحب على طريقته، بيدي اهتمام لكن مش على طول، بيكون موجود لكن مش دايما متاح. وده بيخلي الطرف التاني يحس بحيرة، يحس إن الدلو موجود لكن مش موجود، قريب لكن بعيد، مهتم لكن منفصل. لاش ينسحب الدلو فجأة، لأن الدلو عنده نقطة معينة، حد أقصى من القرب. لو حد عداه بينسحب. الانسحاب ده مش قرار واعي، دايما بيحس فجأة إنه مش قادر يتنفس، إنه محاصر، إن الطرف التاني بقى محتاجه أكتر من اللازم، فبيبدأ ياخد خطوة لورا، بيقلل الكلام، بيبعد شوية، بيبقى أقل تفاعل، مش لأنه زهق لكن لأنه خاف إنه بدأ يتعلق، وده أخطر حاجة عنده. خلينا نتكلم بصراحة، الخوف الحقيقي للدلو غير المعلن. الدلو مش خايف من الحب، هو خايف من الفقد، خايف من اللحظة اللي هيحتاج فيها حد والحد ده مش هيكون موجود، خايف من الضعف، من الاحتياج، من الإحساس إنه مش كفاية لوحده، وعشان كده بيفضل يفضل لوحده، يبني حياة ما تعتمدش على حد، يبقى هو كل حاجة لنفسه عشان لو حد مشي ما ينهارش. لكن المشكلة إن الحياة دي رغم أمانها وحيدة. ماذا يفعل الدلو عندما يطلب منه القرب؟ بيتراجع، مش بوضوح، مش بقسوة، لكن بيتراجع، بيبدأ يخلق أسباب، مشاغل، مسافات، بيقول أنا مشغول، عندي شغل، محتاج وقت لنفسي، وكل ده صح. لكن الحقيقة الأعمق إنه خايف من إنه يدخل أكتر ويكتشف إنه فعلا محتاج الشخص ده، لأن الاحتياج عنده معناه خطر. الدلو والعزلة الاختيارية، الدلو بيحب العزلة مش لأنه كاره الناس، لكن لأن العزلة مريحة، ما فيهاش مطالب ولا توقعات ولا احتمال خيبة أمل. في العزلة الدلو بيحس إنه آمن، بيقدر يفكر براحته، يعيش على طريقته، يبقى نفسه من غير ما يفسر أو يبرر. لكن العزلة دي لو طالت بتتحول لسجن، بتبقى مش اختيار، بتبقى عادة، وبيوصل لمرحلة ما يعرفش يطلع منها حتى لو حب. الفرق بين الدلو الناضج والدلو الهارب، الدلو الناضج فاهم إن الاستقلال مش معناه العزلة، فاهم إنه يقدر يكون قوي ومحتاج في نفس الوقت، إنه يقدر يثق من غير ما يفقد نفسه، إنه يقدر يحب من غير ما يتحطم لو الحب انتهى. الدلو الناضج بيختار الناس اللي يقرب منهم بوعي مش بخوف. أما الدلو الهارب فهو اللي لسه شايف كل علاقة كتهديد، لسه بيهرب من أي قرب حقيقي تحت مسمى الاستقلال، لسه بيفتكر إن القوة في إنه يبقى لوحده. لماذا يساء فهم برج الدلو دائما؟ لأن الناس بتحكم على اللي بتشوفه مش اللي مش باين، بيشوفوا الهدوء فيفتكروه لأنبلاه، بيشوفوا المسافة فيفتكروها كبرياء، بيشوفوا الانسحاب فيفتكروه أنانية، لكن محدش بيشوف الخوف، الحماية الذاتية، الوجع القديم اللي لسه موجود. الدلو مش محتاج حد يفهمه بالكامل، لكن محتاج حد يصدق إن وراء البارود ده إنسان بيحس لكن بطريقة مختلفة. خلينا نوصل لنقطة مهمة، أكثر شيء يحتاجه الدلو ولا يطلبه. الدلو محتاج حد يفهم إن المسافة مش رفض، محتاج حد يصبر، ما يضغطش، ما يطلبش أكتر من اللي هو مستعد يديه. محتاج مساحة، لكن مساحة فيها أمان مش عزلة فيها وحدة. محتاج يحس إنه لو قرب مش هيتم استغلاله أو السيطرة عليه أو تحويله لشخص تاني. محتاج يحس إن القرب ده اختياري مش إجباري، إن هو اللي بيختار يكون موجود مش إنه ملزم، وده نادر ومحتاج شخص واعي صبور وفاهم. كيف يبدأ الدلو رحلة الشفاء النفسي؟ الشفاء بيبدأ لما الدلو يعترف إن العزلة مش حل، إنها راحة مؤقتة لكنها مش حياة. لما يبدأ يفهم إن الخوف من التعلق ممنعش الوجع، هو بس أجله. لما يسمح لنفسه يحس
من غير ما يحلل، يقرب من غير ما يحسب كل خطوة، يثق حتى لو الثقة دي محفوفة بالمخاطر. الشفاء مش إنه يتخلى عن استقلاله، لكن إنه يفهم إن الاستقلال الحقيقي بيسمح بالقرب مش بيمنعه. في النهاية برج الدلو مش برج بارد، هو برج خايف، خايف من الألم، من الفقد، من الضعف، فاختار إنه يحمي نفسه بالعقل، بالمسافة، بالانفصال الظاهري. لكن تحت كل ده في إنسان عايز يتفهم، يتقبل، ويحس بالأمان. إنسان محتاج يعرف إن القرب مش خطر، إن الحب مش ضعف، إن الاحتياج مش عيب. لو أنت من مواليد برج الدلو، عايز أسألك سؤال بسيط: إيه أكتر حاجة بتخاف منها في العلاقات؟ وهل فعلاً بتحس إنك بتحمي نفسك ولا بتحرم نفسك من حاجة محتاجها؟ شاركنا في التعليقات، نفسنا نسمع تجربتك. ولو حسيت إن الكلام ده لامسك، متنساش تشترك في القناة. أنا معاكم من أسترو مصر، ومستنيكم في الحلقة الجاية.